السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنبتدي في محاضره كده جديده وتعتبر بدايه جديده هنا في الشانل او في الاكاديميه. هنبتدي ان شاء الله كمحاضره انتروداكشن للغه بايثون. لغه بايثون دلوقتي تعتبر من اهم اللغات زي ما هنعرف ان شاء الله في باقي المحاضره، فحبيت ان انا ابتدي بيها النهارده، يبقى كورس شامل. هنبتدي النهارده بالجزء النظري بتاع لغه بايثون، وبعد كده ان شاء الله مع التدريج هنبتدي في الشغل العملي. طبعا انا ادهم سميح، محاضر في ماده المواد البرمجيه والبيزنس واونر لكود فيرست اكاديمي. هنبتدي باول حاجه عندنا، هنعرف ايه هي لغه بايثون. بايثون بيقول لك ان هي عباره عن هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، هي هاي ليفل وجنرال كبروجرامينج لانجويج. بمعنى عايزك اول حاجه تعرف ليه هي عباره عن جنرال، وتاني حاجه عايزك برضو تعرف هي ليه اصلا تعتبر هاي ليفل. انا عندي ان لغات البرمجه عموما بتتقسم عندي ليه حاجتين، عندي هاي ليفل بروجرامينج لانجويج وعندي لو ليفل بروجرامينج لانجويج. اللو ليفل بروجرامينج لانجويج برضو كنت انا متكلم عليها قبل كده في محاضره برضو كنت مصورها على السمارت بورد. قلنا ان اللو ليفل بروجرامينج لانجويج دي بتبقى لغات صعبه جدا ان الانسان يقدر ان هو يفهمها، زي الماشين لانجويج وزي الانسمبلي لانجويج. الهاي ليفل بقى بروجرامينج لانجويج ديت اللغات اللي احنا كبشر نقدر ان احنا نتعامل معاها، زي بايثون، زي سي بلس بلس، زي جافا سكريبت، زي سي شارب. فانت عندك هنا اول حاجه خالص عايزك تعرفها ان بايثون ديت عباره عن ايه؟ عباره عن هاي ليفل. عباره عن ايه؟ عباره عن هاي ليفل كبروجرامينج لانجويج. بعد كده قال لك بقى هي جنرال، اغير لك اللون، عباره عن ايه؟ هي جنرال بيربوس كبروجرامينج لانجويج. اكتر لغه بتستخدم كالعديد من الاغراض البرمجيه هي لغه بايثون. تستخدمها بقى في الاي اي، تستخدمها في الويب، تستخدمها في الداتا ساينس. فانت اكتر المجالات اللي عندك في البرمجه او في اي تراك في البرمجه عموما بايثون داخله فيها. علشان كده اهم حاجه عندي في بايثون انت عشان تعرفها اي بي بايثون. هي اول حاجه عباره عن هاي، عباره عن ايه؟ هاي بروجرامينج لانجويج، لغه برمجه. تاني حاجه هي جنرال للبروجرامينج لانجويج بتاعتي. طب ليه بايثون تعتبر لغه برمجه؟ احنا عندنا ان في انواع كتيره جدا من لغات البرمجه، تكون اكتر من 300 لغه، والشائع جامد او المنتشر جامد هم 700 لغه برمجه. انت عندك لغات البرمجه عموما، عشان اقول اللي هي لغه برمجه لازم تكون مدعومه بالتعبير الرياضيه. فتعبير رياضيه ماشي، ماثماتيكال اكسبريشن هي على طول ريليتد تو البروجرامينج لانجويج. يبقى انا عندي ماثماتيكال اكسبريشن، عندي بروجرامينج لانجويج. ما عنديش بروجرامينج لانجويج ما عنديش ماثماتيكال اكسبريشن، وده هناخدوه النهارده ان شاء الله في اخر المحاضره، ايه هي العمليات الرياضيه اللي هي الارثماتيك اوبريشن. وتاني حاجه جنرال بيربوس عشان هي بتدخل في العديد من المجالات والعديد من الاغراض البرمجيه. بايثون بقى من خصائصها اللي هي easy to read, easy to write, easy powerful enough. بمعنى انت عندك ان لغه بايثون من اهم المميزات اللي عندها ومش موجوده في اي لغه برمجه ثانيه، سهله جدا 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 في الكتابه، وهنشوفها قدام شويه لما ندخل في كتابه الاكواد. اكتر لغه بتبقى سهله جدا في الكتابه، شبه الانجليزي بالظبط. انت لما تيجي تكتب كلام جامل، تمام، حتى اختصاراتها لو في اختصارات فهي اختصارات المعروفه اللي احنا متعودين عليها في الانجليزي. تاني حاجه قال لك برضو طريقه قرايتها سهله، لما تيجي تقرا الكود بتاع بايثون اول ما تشوفه تعرف تقراه وتعرف المشاكل اللي هنا ايه، وتعرف هو هنا لما كتب الكود دوت كتبه ليه. لان هي زي ما قلت لك هي طريقه كتابتها زي الانجليزي بالظبط، زي الانجليش، تمام. لو انت شفته هتعرف تقراه زي اي لغه عاديه. ده عارف نمسك مثلا لغات البني ادمين، انت لو لقيت جمله مكتوبه اول ما تشوفها هتعرف هي تبع الفرنش ولا تبع الايطالي او تبع الانجليش. فبالظبط زي لغه بايثون، اكتر لغه تيجي تشوفها تعرف اللغه دي بتتكلم على ايه، وهتعرف على طول دي لغه بايثون. يبقى لحد دلوقتي ايه اكتر حاجه عايزك تعرفها؟ اكتر حاجه عايزك تعرفها ان بايثون هي هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، تمام. هي جنرال بيربوس ليها اغراض كتيره جدا، ايزي كرايت وايزي تو ريد. قال لك بقى وباورفول انف
فور ايه بقى؟ دي بقى اكتر جمله عايزك تكون واخد بالها منها، وانت لو قدامك نوتس دلوقتي او ورقه وقلم اكتبها عشان ديت مهمه جدا لبايثون. ادفانسد ابلكيشن. اي ابلكيشن دلوقتي ادفانسد، تمام، او اي حاجه عندي دلوقتي ادفانسد، او اي حاجه دلوقتي عندي مودرن في البروجرامينج، لازم على طول تكون بايثون داخله فيها. اكتر حاجه دلوقتي عندنا متقدمه جدا هي الاي اي، الارتفيشال انتليجنس، لازم بايثون تكون داخله فيها. كده عرفنا ايه هي بايثون، وقلنا ان هي هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، وقلنا ان هي جنرال بيربوس وايزي تو ريد وايزي تو رايت وادفانسد ابلكيشن. بايثون is now one of the most popular programming language. هي من اشهر لغات البرمجه دلوقتي. وعايزك برضو تاخد بالك اكتر لغتين برمجه مشهورين جدا سي بلس بلس وبايثون. بس انا دايما بنصح اي حد عايز يتعلم برمجه ولسه داخل في الكارير بتاع البرمجه يدخل على طول في بايثون، لان زي ما قلت لك ان بايثون ايزي، تمام، سهله جدا في الكتابه وسهله جدا في القرايه. تمام. طب دلوقتي يا باشمهندس ادم، هي بايثون ديت اتعملت امتى ومين اللي اكتشفها؟ بايثون يا سيدي ماشي، اول ظهور ليها كان في 1991. يبقى في 1991 بدأ ان لغه بايثون تظهر عندي. تمام. طب مين بقى اللي اكتشفها؟ قال لك دوت عالم اسمه فان ريسم. تمام. يبقى فان ريسم دوت اكتشف، او دوت اللي عمل لغه برمجه باسمها بايثون في 1991. كلمه بايثون اصلا جابها منين؟ كلمه بايثون الكلمه بتاعتها كانت كوميديا جدا، ان هي اصلا كلمه بايثون ده كان اسم فريق كوميديان في بريطانيا. زي مثلا احنا عندنا هنا في مصر ثلاثي اطواق المسرح، هم هناك في انجلترا كان في فرقه اسمها بايثون. فهو لما جه فان ريزم دوت في 1991، تمام، شاف ان لغه بايثون سهله شويه، تمام، والناس هتحبها، فقال لك خلاص انا هسميها بنفس الاسم بتاع الفرقه ديت. كده احنا خلصنا الكونسبت او الديفينيشن بتاع لغه بايثون. يبقى هي هاي بروجرامينج لانجويج، تمام، ايزي تو ريد، ايزي تو رايت، وجنرال بيربوس، وقلنا ان هي اتعملت في 1991 واللي عملها كان فان ريسم. تمام. ايه بقى الابلكيشن بتاع بايثون؟ احنا قلنا ان بايثون دلوقتي بتدخل في الادفانسد ابلكيشن. زي ايه؟ قال لك زي الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي، تمام، زي الداتا ساينس، علم البيانات، وعندك الداتا اناليسيس، تحليل البيانات بتاعتي، والويب ديفلوبمنت ناحيه الباك اند. انت عندك هنا ان الويب ديفلوبمنت في الباك اند. طبعا الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الاصطناعي، احنا عارفين دوت اللي انا بخلي الماشين بتاعتي تكون ايبل ان هي تعمل نفس التاسك اللي الانسان بيعمله. انا عندي اله، الاله ديت بخليها تعمل نفس المهام ان الانسان يقدر يعملها. تمام. الداتا ساينس، علم البيانات، ده ليه كلام تاني جدا وان شاء الله هننزلوه قريب. الداتا اناليسيس اللي هو تحليل البيانات. هنا في الداتا اناليسيس ممكن اعملها ب 3 تولز، يعني بثلاث وسائل. زي ايه؟ قال لك والله عندي زي الاكسل، وده من برامج مايكروسوفت اوفيس. قال لك ممكن استخدمها بالبي اي اللي هو الباور انتليجنس، الذكاء الاعمال، تمام، ممكن استخدمها ببايثون. طب اسهل وسيله ايه؟ اسهل وسيله طبعا الاكسل، ده اكتر وسيله سهله جدا في تحليل البيانات، واي حد بيدخل في الكارير بتاع الداتا اناليسيس لازم على طول يتعلم الاكسل. والاكسل دلوقتي بقى حاجه اساسيه، تمام، كسكيلز وكوظيفه وكتعليم لازم تكون انت عارفه. طبعا كطريقه ادفانسد شويه اللي انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان بايثون ادفانسد ابلكيشن، يبقى الطريقه الادفانسد طبعا على طول لغه ايه؟ لغه بايثون. في بقى لغه ثانيه قليل جدا بسمع عنها بس هي قريبه شويه من بايثون، اللي هي لغه ار. خليك عارفها وان شاء الله هننزل فيديو عنها. تمام. يبقى واحد، الداتا اناليسيس عندي ثلاث حاجات بستخدمها فيها: الاكسل، البي اي اللي هو الباور بزنس انتليجنس، وعندي بايثون. بايثون ديت الادفانسد تولز للداتا اناليسيس. تمام. في لغه قريبه منها شويه اللي هي لغه ايه؟ لغه الار. يبقى كده اخدنا اول حاجه الديفينيشن بتاعها،
واخدنا الحاجات اللي هي بتدخل فيها سواء كان الاي اي او الويب ديفلوبمنت او الداتا ساينس او الداتا اناليسيس. تعالى بقى ندخل في المميزات بتاعتي. بايثون يا سيدي ليها 3 مميزات و3 خصائص خاصة بيها هي بس. تمام؟ أول حاجة عندي الفيرتي، التنوع. ليه بقى الفيرتي؟ قال لك بايثون أكتر لغة بتدخل عندي في مجالات كتيرة جدا. طب إيه هي أصلا المجالات بتاعت البرمجة؟ تعالى. مجالات البرمجة كتيرة جدا، أشهرهم 13 كارير. واحد اللي هو الويب ديفلوبمنت، تطوير المنصات، ودوت تخصص انا بستخدمه علشان اعمل المواقع الالكترونيه وعلشان اعمل التطبيقات اللي بتشتغل بيه الانترنت. تمام؟ زي الفيسبوك، يوتيوب، امازون، اي منصه تعليميه، اي منصه تبع الكليه بتاعتك. تمام؟ زي نتفليكس ماشي، او يودامي، او كورسيرا، تمام، او ادراك. بعد كده عندك تاني حاجه اللي هو الموبايل ابلكيشن. ده التخصص بيساعدني ان انا اعمل تطبيقات للموبايل نفسها، سواء انت بقى هنا بتتكلم على اندرويد ولا بتتكلم على اي او اس. لان انت لو بتعمل تطبيقات لاندرويد بتختلف تماما لو انت بتعملها على الاي او اس اللي هو ايفون. بعد كده عندك ديسك توب ابلكيشن. ده التخصص اللي بيساعدك ان انت تعمل برامج للكمبيوتر بتاعك او اللابتوب، اللي هو بمعنى اصح انت بتعمل حاجه تبع الاوبريتنج سيستم اللي هو ويندوز او ماك. بعد كده طبعا عندك الجيم ديفلوبمنت. ده التخصص بيخليك تعمل الالعاب الالكترونيه او الالعاب الفيديو. تمام؟ بابجي وكل الالعاب بقى الثانيه اللي هي بيس وفيفا والحاجات دي كلها. تعال بقى ندخل بقى على الحاجات المهمين جدا. تمام؟ الاي اي، الذكاء الاصطناعي، ده تخصص من تخصصات البرمجه. تمام؟ سايبر سيكيورتي تخصص من تخصصات البرمجه. الداتا ساينس والداتا اناليسيس والاي او تي مهم جدا جدا جدا. اي او تي دي بقى عايزك تكتبها عندك. تمام؟ الاي او تي دوت عباره عن ايه؟ قال لك دوت انترنت، ماشي الاخضر يخليني اسمي دوت. قال لك دوت اللي هو انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء. ده بيعمل ايه؟ قال لك دوت بخلي كل حاجه اونلاين. قال لك مش فاهم. قال لك يا باشا يعني انت اي حاجه عندك متوصله في البيت بتاعتك هخلي لك متوصله بالانترنت. تمام؟ اللي هي الحاجه السمارت. اللي هي ايه؟ قال لك اللي هي السمارت. ماشي؟ دلوقتي التلفزيون بقى متوصل بالنت، سمارت تي في. الساعه متوصله بالنت يبقى سمارت واتش. الموبايل متوصل بالنت يبقى سمارت موبايل او سمارت فون. تمام؟ حتى الايربودز لو متوصله بالنت يبقى سمارت ايربودز. فعندك الاي او تي ديت، ده مصطلح مهم جدا جدا جدا، ومصر بدات ان هي تعمله. مدينه العالمين. تمام؟ بقت حاجات فيها سمارت. ماشي؟ سمارت سيتيز. تمام؟ مدينتي سمارت سيتيز. تمام؟ فانت مصر عندها اي او تي، مصر عندها اي او تي وعلى اكفأ وجه. تمام؟ عندنا مدينه العالمين مدينتي، دول الاثنين دول اللي فيهم سمارت سيتيز، ودلوقتي بقت العاصمه الاداريه شغاله في الاتجاه دوت. تمام؟ طب كل ده شغال ببايثون. يعني بص كل المكاتب دي كلها شغاله ببايثون، يبقى اكيد فايرتي. تمام؟ احنا بنتكلم على اي بايثون داخله فيه، نتكلم على سايبر سيكيورتي بايثون داخله فيه، نتكلم على الاي او تي، نتكلم على الداتا اناليسيس، بتكلم على الاي اي. فانت حضرتك لو اتعلمت لغه بايثون بكل تفاصيلها انت كده اخدت مجالات كتيره جدا، انت دخلت في كذا كارير. تمام؟ بلغه واحده. يعني انت عشان تدخل في الويب ديفلوبمنت ناحيه الفرونت انت محتاج تعرف HTML وسي اس اس وجافا سكريبت. لا، ده اما تدخل على بايثون على الباك اند وخلاص. تمام؟ طبعا انت لو فول ستاك تمام لازم تكون عارف الجزء بتاع الفرونت اند، بس انا بكلمك عليه لو انت عايز تسهل على نفسك الدنيا. تمام؟ الاي اي تمام في لغات ياما جدا، بايثون تسهل لك الدنيا. تمام؟ الموبايل ابلكيشن ده انت لو عايز تاخد ناحيه الاندرويد ليها لغات برمجه سي بلس بلس. ماشي؟ طب تعالى مثلا على الاي او اس، لا عندك اوبجكتيف سي، طب ما ناخد بايثون وهتساعدني ان انا اعمل البرنامج ينفع للاثنين. طب الاي او تي ليه لغات برمجه ياما جدا. تمام؟ بايثون تسهلها لك. فبايثون دلوقتي تخش لك في اي حاجه
تخلصها لك من غير كلام كتير ووجع كتير. مكان ما انت تبقى عارف كل لغه برمجه بالقواعد بتاعتها بالسنتكس بتاعتها. ايه هو السنتكس ده بقى؟ ما هو السنتكس دوت، تمام، ده القاعده اللي انت بتكتب بيها لغه البرمجه. تمام، اي حاجه ليها قواعد، زي الانجليش لينا جرامر، تمام، العربي النحو، تمام، الفرنساوي الجرامير. انا عندي هنا برضو في اي لغه برمجه، كل لغه برمجه ليها قاعده معينه. تمام، يبقى خلصنا اول حاجه اللي هي ايه؟ الفايرتي. ليه فايرتي؟ لان هي بتدخل في مجالات كتيره جدا. قال لك تاني حاجه الكروس بلاتفورم، ماشي، المنصات المشتركه. زي ايه؟ عشان انا قلت لك دلوقتي انت امسح مثلا دوت، ظبط ده كده بس، حلو قوي. يلا بينا. قال لك دلوقتي لو انا بتكلم على الموبايل، ابلكيشن، لو انا بتكلم على الموبايل ابلكيشن، لو انت هتتكلم على الموبايل ابلكيشن فانت عندك هنا حاجتين. انت بتتكلمنا على اي او اس اللي هو ايفون اوبريتنج سيستم اللي تبع شركه ابل، ولا بتتكلم على الاندرويد؟ تمام. طب انا لو بتكلم على الديسك توب، ديسك توب، انا لو بتكلم على الديسك توب بتاعي، فانا عندي هنا نظام اللي هو الويندوز اللي هو طبعا الشائع، وعندي نظام الماك. تمام، نمسح الجزء اللي هناك. تمام، بص بقى، اي او اس دوت ده اسمه بلاتفورم. يبقى الاي او اس ده اسمه ايه؟ ده اسمه بلاتفورم. تمام، اما الاندرويد اسمه بلاتفورم برضه. تمام. طب لو بتكلم على ويندوز، قال لك ويندوز دوت برضه بلاتفورم. تمام، اما ماك قال لك برضه ماك دوت بلاتفورم. طب الاثنين دول كده لو خدتهم مع بعض، لو انا اخدت الاي او اس مع اندرويد، يبقى ده اسمه كروس بلاتفورم. تمام. طب لو انا اخدت ويندوز مع ماك، يبقى انا بتكلم عليها برضه على كروس بلاتفورم. يبقى الاي او اس مع الاندرويد كروس بلاتفورم. تمام، الويندوز مع ماك ده كروس بلاتفورم. علشان كده بايثون بقى تساعدك، تقول لك لا، مكان ما كل حاجه هتخليها ليها لغه برمجه خاصه بيها، انا هساعدك واخليك تعمل الاثنين بلغه واحده. فديت ميزه من ميزه لغات البرمجه بتاعه بايثون. بعد كده اخر حاجه خالص سيمبل سينتاكس، ماشي. السنتكس بتاعها بسيط جدا في الكتابه، ما انا قلت لك اللي هي ايسي تو رايت وايسي تو ريد. تمام، ما دوت الاثنين دول ايسي تو رايت وايسي تو ريد، الاثنين دول ماشي اخليهم كده ككلمه واحده اللي هي سيمبل سنتكس. يعني ايه بقى سنتكس؟ قال لك السنتكس دوت ده بناء الجمله البرمجيه. ايه هي بقى الشروط اللي انت هتستخدمها عشان تكتب بيها لغه بايثون؟ تمام، يبقى انا عندي كده دلوقتي 3 مميزات لبايثون. اول واحده اللي هي الفايرتي، التنوع، الكروس بلاتفورم، بعد كده خدنا اللي هي سيمبل سينتاكس. كده خلصنا اكتر الجزء النظري اللي عندي. تعالى بقى ندخل بقى على الحته العملي شويه. قبل بس ما اخش معاك على الحته العملي، وير بايثون از يوزد، يعني انت بايثون لما تيجي تستخدمها في ايه؟ بايثون هتستخدمها في الداتا ساينس. تمام، وفي الداتا ساينس في جزء مهم جدا اللي هو البيج داتا، البيانات الكبيره. كل ما اليوزر يبقى ياما، زي مثلا الفيس دلوقتي بقى العالم كله بقى عنده اكونتات فيس، فمكان ما اخليهم على داتا بيس معينه، لا بخليهم على بيج داتا دي عشان تستحمل عدد المستخدمين الياما اللي عندي. وعندي الاستاتكس اللي هي الاحصاء. تمام، يبقى انت عندك بايثون بتساعدك ان انت تعمل بيج داتا وتخلص لك شغل الاحصاء بتاعتك. بعد كده عندك الويب ديفلوبمنت.
تطوير ويب ناحيه الباك اند اللي هو السيرفر بتاعي. تمام. بعد كده عندي السايبر سكيورتي اللي هو الامن السيبراني عشان احافظ على الهاكر، امنع الهاكر بتاعي. وانت عندك هنا ان سايبر سكيورتي بايثون بتساعدك ان انت تمنع الهاكر، تمنع الصدمات اللي بتجيلك او التهجير او الهجمات عشان تسرق الموقع بتاعك. تمام. وبعد كده عندك الموبايل ابلكيشن هو ناحيه ايه؟ الكروس بلاتفورم، بتتكلم على اي او اس ولا بتتكلم على اندرويد. يلا بينا ندخل بقى على الجزء العملي. قال لك يا باشا انت علشان تكتب كود ببايثون، عشان تكتب جمله برمجيه بايثون ليها سنتكس. اول حاجه بتكتب برنت، بتديله امر، الامر ده معناه ايه؟ اللي انت اعمل لي الحاجه اللي جوه، انت بتامره كده، انت بتعرف البرنامج اللي انت بتستخدم لغه بايثون. يبقى ده كلمه السر. ده ايه؟ ده كلمه السر اللي بيعرف الفيجوال ستوديو كود، البرنامج اللي احنا بنكتب عليه الاكواد اللي احنا هنستخدم لغه بايثون. بعد كده يا باشا تفتح قوس، تمام، اللي هو القوس المنحني اللي هو الكيف بتاعي، وتحط هنا 2 كوتيشن مارك، 2 علامه تنصيص. خلي بالك علامه التنصيص يا بتبقى كده يا بتبقى كده، دي اسمها سنجل، دي اسمها دبل. تمام. يبقى انت هنا بتحط ايه؟ 2 كوتيشن مارك، تمام، 2 هنا و2 هنا، وهنا بقى تكتب اي كلمه انت عايزها. تمام. طبعا اشهرها اللي هو ايه؟ هالو وورلد. تمام. يبقى اول حاجه وانا بكتب كود بلغه بايثون بكتب برنت. ليه بكتب برنت؟ بكتب برنت هنا عشان بعرف الفيجوال ستوديو كود اللي انا بستخدم لغه برمجه اللي هي بايثون. بعد كده بفتح قوس، تمام، بعمل الاول 2 علامه تنصيص جنب بعض واكتب هنا اي كلمه انا عايزها. تمام. اقول لك حاجه وهناخدوها كمان دقيقه. لو انا بكتب نصوص استخدم التو كوتيشن مارك. اي حاجه تانية غير النصوص يعني ارقام مثلا مش هستخدم التو كوتيشن مارك. يبقى تاني كسندكس ده كده اسمه ايه؟ سندكس كود. تمام. السندكس كود بتاعي لو انا هكتب لغه برمجه بايثون في الفيجوال ستوديو كود بتاعي، اول حاجه بكتبها اللي هو الامر بتاعي برنت. يبقى ايه؟ اول حاجه بكتب ايه؟ برنت. الحاجات الملونه ديت يعني كل حاجه هتلاقي ليها لون، ماشي، دي الحاجات اللي انت تاخد بالك منها وانت بتكتبها. تمام. يبقى اول حاجه تكتب ايه؟ تكتب برنت. بعد كده تفتح قوس، هتكتب نصوص. مثلا هكتب هالو وورلد اللي هو اكتر ايه؟ جمله معروفين بيها في البرمجه، ده استفتاح يعني اي بي، حد بيتعلم برمجه يكتب ايه؟ هالو وورلد. هتحط 2 كوتيشن مارك ما بين الكلمه بتاعتك. تمام. يبقى كده لحد دلوقتي احنا خدنا ايه؟ اراجع كده معاك. قلنا ان بايثون عباره عن ايه؟ بايثون دي عباره عن هاي ليفل بروجرامينج لانجويج، ماشي، لغه برمجيه عاليه المستوى. ليه هاي ليفل لانجويج؟ علشان بقدر افهمها. يبقى انا هنا هاي ليفل عشان ايه؟ اقدر افهمها، understand. بعد كده قلنا ان هي بيربوس بروجرامينج لانجويج، بتدخل في اغراض كتيره جدا. اتعملت في 1991 من العالم فان ريسن. كده بعد كده قلنا ان هي بتدخل في الاي اي، تدخل في الداتا ساينس، تدخل في الداتا اناليسيس، وتدخل في الويب ديفلوبمنت. بعد كده قلنا ان مميزاتها ان هي فايرتي متنوعه، بتدخل في حاجات ياما جدا. كروس بلاتفورم بتساعدك ان انت تعمل حاجه كمره واحده بس. وعندنا كده سيمبل سنتكس. ليه سيمبل سنتكس؟ سيمبل سنتكس عشان حاجتين: ايزي رايت وايزي ريد. وخلي بالك ان كل لغه برمجه ليها
سنتكس معين. طب ليه؟ ما هي لو كل لغات البرمجه ليها سنتكس واحد يبقى انا كده كل لغات البرمجه واحده مفيش اختلاف. يعني ايه الفرق ما بين بايثون وسي بلس بلس؟ ايه الفرق ما بين سي بلس بلس لغه سي؟ ايه الفرق ما بين سي بسي شارب؟ ايه الفرق بين جافا وجافا سكريبت؟ هو السنتكس والاغراض. فلو السنتكس واحده ماشي والاغراض واحده يبقى كل لغات البرمجه واحده، يبقى كلهم يعملوا نفس الحاجه. تمام؟ فلازم كل لغه برمجه بتيجي يبقى ليها طريقه معينه، ليها سنتكس معين، ليها اغراض معينه. وقلنا بعد كده انت عندك هنا بايثون بتستخدم في ايه بقى في كل مجال؟ احنا قلنا اللي هي فايرتي، ليها مجالات. اول حاجه اللي هو الداتا ساينس، تدخل في البيج داتا والاستاتكس اللي هي الاحصاء. عندك الويب ديفلوبمنت ناحيه الباك اند. بعد كده اخر حاجه عندي السايبر سكيورتي. بعد كده عندي الويب ابلكيشن او الموبايل ابلكيشن عشان تبتدي تدخل فيه ناحيه الكروس بلاتفورم بتاعتي. وقلنا ان انا عندي السنتكس كود، بكتب برنت، بفتح قوس، احط تو كوتيشن مارك واكتب اي كلمه انا عايزها. ايه بقى المين كونسبت اللي احنا هناخده النهارده؟ في 3 حاجات النهارده هبتدي بيها معاك. تمام؟ واحنا شغالين بلغه بايثون نبدا نضيف حبه حبه. تمام؟ يعني النهارده عايز اطلعك من بايثون انت عارف ازاي تكتب السنتكس. في 3 حاجات النهارده هنشتغلها مع بعض. اول حاجه اللي هي الفايربول، المتغيرات. لو انت في كلمه بالانجليزي مش عارف اكتبها انا بترجم. بعد كده عندك الداتا تايب، نوع البيانات، يبقى ده كده تاني حاجه احنا هنشتغلها. بعد كده عندك الاوبريتور، ودي تالت حاجه احنا هنشتغلها. الاوبريتور اللي هي العمليات، الداتا تايب اللي هي انواع البيانات، واخر حاجه خالص اللي هي الفايربول اللي هي المتغيرات. تمام؟ تمام. يلا بينا يا باشا على الفايربول. يعني ايه بقى متغير؟ لو انا قلت لك في الرياضه ايه الفرق ما بين اكس، او مثلا خلينا مثلا نكتب معادله. تمام؟ نكتب ايه؟ نكتب معادله. قلت لك اكس بلس 2 ايكوال 2 اكس. اول حاجه هتقول لي والله الاكس هنا مرتبطه بالاثنين. بمعنى لو انا عندي هنا الاكس بواحد يبقى 2 في 1 ب2، الاكس ب2 يبقى 2 في 2 ب4، الاكس ب3 يبقى 2 في 3 ب6. فانت عندك هنا الاكس ديت متغيره، الاكس ديت متغيره. طب الاثنين ديت ثابته مش هتتغير مهما الاكس اتغيرت، الاثنين ثابته. تمام؟ طب الاثنين هنا، لا الاثنين هنا برضه ثابته اللي هي فيكسد. طب الاكس دي متغيره. بمعنى هتقول لي والله مبدئيا رياضه وجبر الاكس ديت بتحمل قيمه مخزنه قيمه. القيمه ديت بقى انا مش عارفها، لسه هعرفها من العمليات الرياضيه بتاعتي. تمام؟ نفس الكلام دوت هنطبقه في البرمجه. بمعنى يلا بينا. الفايربول قال لك الفايربول ده عباره عن ايه؟ قال لك ده عباره عن ايه؟ اسم بستخدمه used to store الداتا in الميموري عشان اخزن البيانات بتاعتي في الميموري اللي هي البرمجه بتاعتي. تمام؟ يبقى يعني ايه فايربول؟ قال لك الفايربول دوت تمام دوت اسم انا بستخدمه عشان بخزن قيمه. انا هنا ستور داتا، هنا في فاليو، اكتبها عندك. تمام؟ اكتب ان ستور داتا معناها فاليو. تمام؟ انا دلوقتي طالما الفايربول دوت نيم يبقى ليه طريقه كتابه. تمام؟ يبقى انا هنا النيم دوت يبقى ليه طريقه كتابه. واكتب عندك هنا ان طريقه الكتابه هي ايه؟ السنتكس. طريقه الكتابه هي السنتكس. يبقى طريقه الكتابه اللي هي السنتكس. قال لك يا باشا ايه هي بقى قواعد الفايربول؟ عشان تكتب متغير في 4 حاجات لازم تراعيها وانت بتكتب اي متغير عندك. 1،
must start with letter، يعني لازم يبتدي بحرف. يبتدي بايه؟ B C. ما ينفعش اكتب لك 1، لا ده غلط. ما ينفعش اكتب لك 2، غلط. ما ينفعش اكتب لك 100، غلط. يبقى الفايربول عشان يبتدي لازم يبتدي بلتر، يبتدي بحرف. can't start with number، يعني بص اول شرط start with letter، تاني شرط don't start with number، ما ينفعش تبتدي بارقام. no space، ما ينفعش تغلي فيه مساحه. بمعنى هنفترض ان دوت البيج اللي انا بكتب فيها الكود بتاعي اللي هو مثلا برنامج فيجوال ستوديو كود، تمام. هنا بدايه اللاين بتاعي، احنا طبعا عارفين ان هو بيتقسم لكذا لاين على حسب انت هتكتب كام كود، تمام. مثلا دوت اللاين الاولاني، ادي كده اللاين الاولاني والخط بتاعه، بس عشان افهمك اللون الاصفر ده ايه الكود. احنا قلنا عشان ادي امر للفيجوال ستوديو كود انا بستخدم بايثون، هكتبتي ايه؟ هكتبتي برنت. ما ينفعش اجي هنا واكتب برنت، ما ينفعش اسيب فراغ، ده اسمه سبيس. يبقى دوت اسمه سبيس. ما ينفعش انا اسيب بقى السبيس ديت، لا اجي وابتدي مع اول السطر، يعني هبتدي من اول هنا. تاني بيقول لك ايه؟ نو سبيس، ما تسيبش مسافات، تمام. باجي على اول السطر واكتب، ما اجيش ما اسيبش مثلا 2 سم وابتدي اكتب الكود بتاعي، لا ما ينفعش. بعد كده قال لك نو سبيشال كاركتر. يعني ايه بقى نو سبيشال كاركتر؟ الايموجي، تمام. العلامات اللي بتبقى موجوده في الكيورد بس من الناحيه الثانيه، زي ايه؟ اللي هي العلامه ديت مثلا، ما ينفعش اكتب لك دولار، ما اكتبش دولار، ما اكتبش علامه اليوان، تمام. ما اعملش علامه الاسترليني، تمام، غلط. كله دول اسمهم سبيشال ليتر، تمام، او سبيشال كاركتر، تمام. ما اكتبلكش ايموجي، ما احطش ايموجي وانا بكتب، تمام. يبقى في 4 شروط لازم اراعيها وانا بكتب اي سنتكس للفاريبل. اول حاجه اللي هو must start with letter، ببتدي بحرف، ما ابتديش برقم، ما اسيبش مسافات، وما احطش سبيشال كاركتر. بعد كده تعالى بقى نكتب متغير. قال لك وانا عندي هنا مثلا كود لبايثون، ده فايربل اسمه نيم، اسم، تمام. اسمي غير اسمك غير اسمها غير اسم اي حد، تمام. فبعمل ايه؟ اول حاجه مش احمد دوت نصوص، نصوص. يعني ايه نصوص؟ يعني بتكون من حروف، يبقى احطه ما بين تو كوتيشن مارك عشان نصوص. طب تعالى بعديها كود تاني، اتش اللي هو العمر. احمد دوت عنده كام سنه؟ عنده 20 سنه، يبقى ال 20 سنه ديت عباره عن ايه؟ عباره عن رقم، يبقى ما احطش علامتين تنصيص. تقول لي بس خلي بالك انت هنا بدات هنا برقم، اقول لك لا، بدات بحرف، انا ليا دعوه من اول هنا، بحاسبك من اول هنا، بحاسبك من اول الان، تمام. يبقى الاتش 20 وما حطيتش طبعا ايه؟ رقم. طوله هاي، متغير تاني، ما احمد دوت طويل، ماشي. محمد قصير، عمر متوسط، تمام. يبقى مثلا احمد طوله 1.75 متر، تمام. طبعا الرقم دوت ليه اسم عندي في البرمجه، والرقم ده ليه اسم عندي في البرمجه، هناخدوها. طب is ستودنت دي كده بقى قاعده شرطيه، هل هو طالب؟ طالب، ترو. هتقول لي خلي بالك ترو هنا نصوص، هقول لك خلي بالك كل النصوص تتحط ما بين علامتين تنصيص ما عدا لو اس او بادئه بحاله شرط. ما هو احمد دوت، تمام، يا طالب يا مخلص تعليم، تمام. الانسان يا راجل يا ست، تمام. يا طويل يا قصير، تمام. يا ابيض يا اسود. فاي حاجه ليها احتمالين، تمام، ما احطهاش ما بين علامتين تنصيص. يبقى كل النصوص تضع بين علامتين تنصيص ما عدا اذا كان النص يوجد فيه احتمالين، تمام. يبقى
انا عندي هنا ده كل دوت كتابات ايه؟ كتابه فايربول. ماشي، ككتابه سنتكس. انا عندي هنا النيم احمد، احمد ده ايه؟ نصوص احطه ما بين علامتين تنصيص. تمام. الاتش دوت العمر، رقم ما احطوش ما بين علامتين تنصيص. طوله رقم ما احطوش ما بين علامتين تنصيص. ترو ماشي، يا دي يا ترو يا ممكن تبقى فولس، يعني هي يا ترو يا فولس، يبقى ما احطهاش برضه ما بين علامتين ايه؟ تنصيص. بعد كده عندك الداتا تايب، انواع البيانات. قال لك انت عندك 4 بيانات هناخدوها النهارده. طبعا في بيانات كتيره جدا هناخدوها في وسط، واحنا ناخد بقى الاكواد النهارده. احنا بنخلص كل النظري، يبقى كل النظري احنا بنخلصوه ان شاء الله. المحاضره الجايه تبقى ايه؟ العملي. ففي هنا 4 بيانات عايزك تعرفهم: string، integer، float، وبولين. يبقى انا عندي 4 حاجات: string، integer، وفلوت، وبولين. ايه بقى السترنج دوت؟ قال لك اول حاجه السترنج دوت، السترنج دوت اللي هو النصوص. يبقى خلي بالك النصوص لو انا بتكلم على بني ادم يعني هيومن اسمها تكست. يبقى انا لو بتكلم على بني ادم اسمها ايه؟ اسمها تكست. بتكلم على بروجرامينج يبقى اسمها سترينج. تاني، النصوص لو انا بتكلم على انسان اسمها تكست. تمام. النصوص في البرمجه اسمها ايه؟ اسمها سترينج. فرق. تمام. فقال لك طبعا السترينج هنا يمسح كل ده كده. قال لك هنا يا باشا بقى السترينج ديت زي ايه؟ زي هيلو. تمام. بحطها بين علامتين تنصيص، مثلا زي احمد بحطها ما بين تنصيص، علامتين تنصيص، علامه واحده بين علامتين تنصيص. تمام. بعد كده عندك بقى الانتجر. بص يا باشا بقى، انت عندك هنا الارقام ليها نوعين، ليها نوعين اساسيين. طبعا في انواع تانية هناخدوها ان شاء الله قدام، بس النمبر عموما بتتقسم عندي لحاجتين اساسيين. واحد اللي هو الانتجر، وعندي الفلوت. يبقى انا عندي الارقام بتتقسم لانتجر وليه فلوت. الانتجر يعني رقم صحيح، اما الفلوت معناها رقم عشري. يبقى الانتجر عدد صحيح، تمام. الفلوت عدد عشري. يعني ايه عدد صحيح؟ يعني اقول لك واحد، اقول لك اتنين، اقول لك تلاته، اقول لك 100. اما العشري مثلا اقول لك واحد واتنين من عشرة، اتنين واتنين من عشرة، او واحد من عشرة. تمام. فانت عندك هنا يا باشا الانتجر زي مثلا العشرة، زي العشرين، زي الواحد. اما الفلوت 3 مثلا و14 من 100 اللي هو العدد بتاع باي. تمام. يبقى انت عندك هنا الانتجر يعني عدد صحيح، تمام، اللي هو 10 20 30 40 1 100 مليون بليون تشليون. تمام. الفلوت 3 و14 من 100. الفلوت دوت ليه اسم تاني عايزك برضه تعرفه، هناخدوه برضه قدام. عندك هنا ان الفلوت بيساوي كلمة ديسيمال. يبقى انت عندك هنا ان الفلوت بتساوي كلمة ديسيمال. تمام. بعد كده عندك بقى البولين بقى، ده اللي احنا ايه؟ اللي احنا قلناه في السلايد اللي قبل ديت، اللي هو الترو وفولس. تمام. اللي هي بقى مثلا كلمة اس بنسأله. تمام. هنا بقى البولين اللي هو ايه؟ ترو وفولس. تمام. راجل او انثى، تمام، ولد او بنت، تمام، طالب او مش طالب، متعلم او غير متعلم، عاقل او غير عاقل.
تمام. الحاجات دي كلها بستخدمها في الاكواد وانا بعمل قاعده بيانات، بعمل داتابيس. تمام. يبقى الداتا تايب 4 انواع. واحد السترنج اللي هو النصوص بتاعتي، الحروف. تمام. الانتجر اللي هو العدد الصحيحه 1 2 3 4 الى ما لا نهايه. تمام. الفلوت 1 2 من 10 اللي هي العدد الصحيحه، وقلنا ان الفلوت بتساوي كلمه ديسيمال. وعندي كده بولين اللي هو ترو او فولس. بعد كده عندك الارثماتيكال اوبريتور اللي هو بقى تالت حاجه عندنا بقى في انواع البيانات. انا عندي العمليات الرياضيه 4 عمليات رياضيه اساسيه، ودوت اللي الكمبيوتر قايم بيهم. تمام. طبعا علم الرياضه وعلم الجبر مليان من العمليات. تمام. تراكيب، دوال، عدد تخيلي، ففي حاجات كتير جدا في الرياضه. في بقى استخراج الكسور والتحليل والتفاضل والاشتقاق والتكامل. تمام. بس انا عندي 4 عمليات اساسيه في الرياضه: الجمع والطرح والقسمه والضرب، addition subtraction multiplication والديفيجن. فانا عندي هنا يا باشا الارثماتيكال اوبريتور، طبعا ديت اللي هي الاديشن، خلاص احنا عارفينها. تمام. علامه النيجاتيف ده السبتراكشن اللي هو الطرح. تمام. نيجي بقى على الجديد، علامه الضرب في البرمجه او في الكمبيوتر ساينس تبقى الستار مش الاكس. الاكس ديت لا، الاكس ديت في الرياضه بتاعتنا احنا. تمام. اما في الرياضه في البرمجه بستخدم علامه الستار. تمام. الديفيجن مش كده ولا كده، الديفيجن بتبقى علامه السلاش. تمام. يبقى تاني، يبقى الستار ديت اللي هو المالتيبليكيشن بتاعه البرمجه، السلاش ده الديفيجن. تمام. هنيجي هنا بقى مثلا مثال، لو انا قلت لك هنا الاي دوت، خد بالك فايربول، الاي ده فايربول. تمام. ما احنا قلنا ان ممكن من شروط كتابه الفايربول تبقى ايه؟ تبقى لتر اهو، ده اللتر اهو. اي حرف بيساوي 10 10، ال 10 دوت انتجر. والبي دوت حرف بتساوي 3. خلي بالك لما اجي بكتب في العمليات الرياضيه، باجي بكتب العمليات الرياضيه، يعني بص في حاجه هنا، او باجي بكتب ارقام عموما بحط علامه يساوي. خلي بالك لما تيجي في الفايربول لازم تحط يساوي، سواء في العمليات الرياضيه او انت بتكتب متغيرات في الفايربول. تمام. فاقول ده هنا والله الاي ايكوال 10، البي ايكوال 3. عايز بقى اديله امر ايه بقى؟ عايز امر للعمليات الرياضيه، بكتب برنت. يبقى اي امر او اوردر with Python equal print. يبقى تاني، يبقى اي اوردر باستخدام لغه بايثون بتبقى برنت. برنت عندك هنا ان الاي ايكوال 10، البي ايكوال 3، اقول له خلاص برنت، هفتح قوس. يبقى خلي بالك برنت ما فيهاش علامه يساوي، اليساوي مع الفايربول بس. تمام. فانت عندك هنا البرنت، افتح قوس اي بلس بي، طبعا مش هحط علامه تنصيص ان دوت ايه مش سترينج. وبرنت اي تايمز بي او اي مالتيبليكيشن للبي. تمام. طبعا انت هنا لما تعمل رن خلاص هيقول لك والله اي بلس بي هيبقى ب 13. يعني هنا مثلا دوت هيساوي 13، دوت اي تايمز بي 10 في 3 ب 30. تمام. يبقى احنا كده اخدنا ان العمليات الرياضيه عندي 4 عمليات رياضيه اساسيه. تمام. الجمع والطرح والقسمه والضرب. علامه اليساوي بتيجي بس مع الاي ومع الفايربول عموما، يبقى علامه اليساوي مع الفايربول بس. اما الاقواس بتبقى مع الامر بتاع برنت. تمام. كده الحمد لله خلصنا المحاضره بتاعتنا الاولى في الكورس بتاع بايثون. اخدنا ايه هي بايثون، اخدنا اهميتها،
ايه المجالات اللي تدخل فيها، تمام. ايه هي انواع البيانات في بايثون، اخدنا يعني ايه فايربول، اخدنا يعني ايه داتا تايب اللي هي الانتجر والسترينج والفلوت، واللي قلنا الفلوت اللي هو الديسمال، واخدنا البولين، واخدنا العمليات الرياضيه اللي هي الجمع والطرح والقسم والضرب، واخدنا ازاي اعمل كود بايثون اللي هو الامر برنت، واخدنا ازاي اعمل امر بالفاريبل، واخدت ازاي اعمل امر للاوبريتور بتاعتي او الارثماتيكال اوبريتور. وقلنا برضو ايه هو الذكاء الاصطناعي كخطف سريع كده، وقلنا المنصات بتاعه البلاتفورم سواء كانت للديسكتوب ابلكيشن اللي هو الويندوز والماك، واخدنا سواء كان في الموبايل ابلكيشن اللي هو الاندرويد والاي او اس. كده الحمد لله خلصنا اول محاضره. وخلي بالك البرمجه ولا هي سهله ولا هي صعبه، البرمجه عايزه ممارسه، تمام. البرمجه مش عايزه حد يهمل فيها، البرمجه عايزه على طول استمرار. المجال بتاعنا او التخصص بتاعنا تخصص عمال كل شويه ان هو يتجدد، تخصص كل شويه عمال ان هو يظهر فيه جديد، فلازم تاخد بالك منه كويس جدا. لازم دايما تبقى انت عارف الجديد في المجال بتاعنا وتعرف ازاي ان انت تتعامل معاه. شكرا جدا ليكم، كان معاكم ادهم سميح.